رفايع خطيره تستاهل كل ربع جنيه فيها، حرفيا خطيره. معرفش ازاي لحد دلوقتي ما كنتش جبت حافظه الخضار دي. كنت كل ما اجيب ورقيات زي البقدونس او الكزبره كانوا بيتبالوا مني على طول، فجبتها المره دي وحقيقي طلعت تحفه. بحط فيها اي خضار وبملى الجزء اللي تحت ده ميه وبسيبها في التلاجة. اما بقى لو بتعانوا من حروق البوتاجاز زي كده وعلى طول بتحرق من الفرن، فانا جبت القطع السيليكون دي بتركب في الشبكه زي ما هوريها لكم، فمهما ايديكوا تخبط فيها مش هتتلسع ان شاء الله. اما بقى القطعه دي فهي اختراع معرفش كان غايب عننا فين من زمان. دي عباره عن مساكه، دي بجيب بيها اي صينيه من الفرن ملهاش يد، بدل ما تلسع كل شويه هتعرفوا تشيلوا بيها اي صينيه مهما كان حجمها. واكيد مفيش بيت يستغنى عن المسكات السيليكون دي. دول اتنين بيجوا مع بعض، الماتيريال بتاعه السيليكون بتاعتهم حلوه قوي، مهما الحاجه كانت سخنه عمرها ما هتوصل لايديكي. اما دي حامل كوبايات للميكرويف، لو بتطلعوا الحاجه وايديكوا كل شويه بتتلسع من الكوبايات لما بتبقى سخنه، فدي هتشيلها لكم من الميكرويف بمنتهى السهوله. وعشان خاطر تحافظوا على الرخام بتاعكم، اوعوا تطلعوا اي حله او تجيبوا صينيه من البوتاجاز على الرخام على طول، فلازم تحطوا كوستر الاول. دي شكلها حلو قوي وتنفع كمان ديكور. هسيب لكم البيج بتاعتهم تحت في الكابشن.